السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، فنحمد الله على اللقاء من أجل الله من سنوات، وكنا ننوي ونتمنى أن نزور الحبشة وأهل الحبشة ونتبرك بالحبشة وأهل الحبشة، بلد الهجرتين، بلد سيدنا بلال، بلد سيدتنا أم أيمن، بلد سيدنا النجاشي، البلد التي مكث فيها الصحابة رضي الله عنهم سنين وناصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل هذه البلد، ونصروا الصحابة وآووا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وبمجرد دخولي للبلد ثارت هذه المشاعر في ذهني. تذكرت الصلة القديمة بين اليمن والحبشة من عهد سيدنا سليمان عليه السلام، ثم تذكرت هجرة سيدنا جعفر ومن معه من الصحابة رضي الله عنهم إلى هذه البلاد، ثم تذكرت سيدنا بلال وما لاقى وما قاسى، وأيضا تذكرنا سيدتنا أم أيمن رضي الله عنها وأرضاها وما أكرمها الله به من حضانة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، وسيدنا النجاشي ونصرته للصحابة ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أكرمه الله به من صلاة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عليه صلاة الغائب. وكذلك تذكرت أيضا الصلة ما بين أهل اليمن وأهل الحبشة في الأزمنة المتأخرة، تبادل الزيارات واللقاءات بين أهل العلم، وأيضا هناك زيارات تجارية بين البلدين من القديم، وأيضا طلبة العلم ما شاء الله الذين وفدوا على اليمن وعلى حضرموت وغير حضرموت لتلقي العلوم الشرعية، ثم عودتهم إلى هذه البلد لتعليم الناس ونشر العلم ونشر الدعوة. وأيضا هناك من رحل من الحبشة إلى اليمن واستقر في اليمن من منطقة الزيلع، كان عندنا الشيخ علي الزيلعي رحمة الله عليه. فهناك صلات وثيقة بين اليمن والحبشة. وأيضا سيدنا جعفر رضي الله عنه الذي حل سنين في هذه البلد أراد الله له أن يكون في الشام، في الأردن، في مؤتة، ما شاء الله موجودين هنا أهل الأردن وأهل الشام، فهذا ثلاثي ارتبط من القدم، الحبشة واليمن والشام والأردن بالخصوص، مثلث ربط بينهم الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. ومن دعوات النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك في شامنا ويمننا. وعندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة مهاجرين إلى هذه البلد قال: اذهبوا إلى الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. وما شاء الله تعرفنا على كثير من الأحباب من أهل الحبشة سواء في اليمن أو في غير اليمن، رأينا فيهم التواضع والبساطة والخدمة والأدب والكرم والعلم والخدمة والبذل والتضحية للدين، فهنيئا لنا ولكم بذلك. وما شاء الله تبارك الله هذا المجمع المبارك الذي جمع أهل العلم وطلبة العلم وأهل الدعوة وأهل الخدمة مبارك إن شاء الله تعالى. ونتمنى إن شاء الله أن يكون هناك ما بعد هذه اللقاءات تواصلات وتعاون على البر والتقوى، وتبادل تبادل الخبرات وتبادل التعاون وتبادل الزيارات
لخدمة هذه الشريعة وهذا الدين وخدمة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. وأوصي نفسي وإخواني بثلاث وصايا سريعة لأنه تقريبا وقت صلاة العصر. الوصية الأولى: أوصي نفسي وإخواني برفع الهمة في طلب العلم، وننوي إن شاء الله أن نكون من علماء الأمة الذين يخدمون الملة ويخدمون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يأتي الشيطان أحيانا لمن ليسوا عربا فيقول لهم: كيف تكون من كبار علماء الأمة وأنت لست عربيا، أنت عجمي؟ فأقول: أغلب علماء الأمة على مر التاريخ ليسوا عربا، أكثر علماء الأمة على مر التاريخ ليسوا عربا. الأئمة الستة أصحاب الكتب الستة والأمهات الست كلهم ليسوا عربا. أكثر أئمة الحديث والأصول بل حتى اللغة، أكثر أئمة اللغة ليسوا عربا، أئمة اللغة العربية ليسوا عربا. فليس هذا عائقا أن يكون الشخص ليس عربيا. وبعضهم ممكن يأتيه الشيطان بعائق آخر فيقول له: أنت أيضا تطلب الرزق وتطلب العلم، لا يمكن أن تكون من العلماء. بل يمكن. أكثر أئمة العلم على مر الزمان كان عندهم حرف أو تجارات أو أعمال، ومع ذلك كانوا علماء. الإمام الجنيد الذي جمع، اللي هو سيد الطائفتين الفقهاء والأولياء، كان تاجرا. الإمام أبو حنيفة الإمام الكبير الذي يعني ملأ صيته الآفاق كان تاجرا. وهكذا فقس، ليس هذا عائقا. وفي زماننا هذا كثير من المشايخ لهم أعمال دنيوية يطلبون فيها الرزق، بل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير ما أكل العبد من كسب يده، وكان سيدنا داود لا يأكل إلا من كسب يده. فإذا الوصية الأولى التي أوصي فيها نفسي وإخواني هي أن نرفع همتنا في طلب العلم، ويتطلب ذلك الجد والاجتهاد، مش فقط رفع الهمة ثم بعد ذلك النوم. إيش قال الزمخشري في قصيدته؟ قال: أبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. أنا أبيت الليل في العلم، القراءة والكتابة والبحث وأنت تبيت نائما وبعد ذلك تريد تكون مثلي. فلا بد من طلب العلا ساهر الليالي، ومن يخطب الحسنى لم يغله المهر. الوصية الثانية التي أوصي بها نفسي وإخواني هي العمل بالعلم. العلم من غير عمل حجة على صاحبه لا له، علم ضار غير نافع. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بك من علم لا ينفع. فلا بد من العمل بالعلم. كل ما نتعلمه نعمل به في صلتنا بالله وفي صلتنا بخلق الله. جاء أحد طلبة العلم إلى الإمام أحمد يريد أن يتلقى عنه علم الحديث. قال: يا إمام، أنا جيت أريد أخذ عنك علم الحديث. قال له: بت الليلة عندي. ووضع له في المضافة ماء إذا أراد أن يقوم الليل يتوضأ. فجاء يوقظه لصلاة الفجر وإذا الإناء على حاله، يعني ما نقص الماء. فأراد أن يتأكد فقال له: هل قمت تصلي بالليل؟ قال: لا يا إمام، أنا لست من أهل قيام الليل. قال له: وتريد أن تتعلم الحديث؟ قال: نعم. قال: اذهب فلن أعلمك الحديث ما دام ليس لك قيام بالليل. كأنه يريد يقول طالب العلم الذي لا قيام له بالليل ما يصلح يكون طالب علم. فلا بد يكون طالب العلم صاحب صلة بالله. هكذا كان الأئمة، هكذا كان أهل العلم. لكن ربما مع تأخر الزمان صار هناك انفصام، يعني أن بعض الناس همه فقط المعلومات وليس العمل بالعلم. هو الثمرة. الشجرة بلا ثمرة ليس منها كبير فائدة إلا الحطب ترمى في النار، نسأل الله العافية. لكن فائدة الشجرة الثمرة، وفائدة العلم العمل. كان سيدنا علي رضي الله عنه يقول: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. يعني إذا لم نعمل بالعلم سيذهب العلم، سينسى العلم. والوصية الثالثة لنفسي ولإخواني هي تبليغ العلم، تعليم العلم. إن الله وملائكته وأهل السماء وأهل الأرض لا يصلون على معلم الناس الخير، بلغوا عني ولو آية. تبليغ العلم إما على سبيل التعليم لطلبة العلم أو على سبيل التذكير للعامة، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. لأنه أيضا بعض طلبة العلم
مقصرين في جانب الدعوة والتذكير، مهتم بالتعليم يعلم الطلاب ممتاز، لكن الطلاب الذين بين يديك 10 20 30 40، لكن لا، العامة الذين يحتاجون إلى نصح ووعظ وتذكير وتقريب ودلالة على الله ورسوله بالآلاف، بمئات الآلاف، بالملايين. فيكون لنا نصيب في تعليم الطلاب، ولنا نصيب في تذكير العامة وتوجيه العامة ونصح العامة، وخاصة في هذا الزمان الذي نحن فيه، الذي عمت وطمت فيه الشبهات والشهوات، وخاصة على الجيل. صارت أبواب الشهوات والشبهات مفتوحة على مصراعيها للشباب. التليفون باب عظيم من أبواب الفتن، شبهات وشهوات. التلفزيون، الشوارع، حتى أحيانا الجامعات والمدارس يجدون فيها شبهات وشهوات تجرفهم وتحرفهم. واجب طلبة العلم والدعاة أن يكونوا سببا في عودة الشباب إلى الله ورجوع الشباب إلى الله ودلالة الناس على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا غير المسلمين لابد يكون لنا نصيب من تعريفهم بحبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم، تعريفهم بالقرآن، تعريفهم بالإسلام. وكثير منهم لو وجدوا مننا الدعوة القولية والعملية سيسلمون، إذا وجدوا مننا الدعوة القولية تعريفهم والدعوة الفعلية أخلاقنا، إذا رأوا ذلك سيسلمون. كثير من الناس إما لا يعرفون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يعرفون صورة مشوهة من خلال تصرفات بعض المسلمين، لكن لو أحسننا العرض وأحسننا العمل لا شك سيسلم الكثير والكثير. وأنتم في هذه البلاد موجود معكم غير مسلمين بكثرة يحتاجون إلى تعريف كما قلنا بالأقوال والأفعال. أحد الإخوة دخل كنيسة واستأذن منهم أن يتكلم، فأذنوا له، فتكلم 5 دقائق عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هم يبكون وهم غير مسلمين، بس سمعوا أخلاق الحبيب بكوا صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من العلماء العاملين، ومن الدعاة إلى رب العالمين، ومن الأولياء العارفين. يحفظ سماحة المفتي وجميع العلماء وطلبة العلم، ويوفق الجميع ما يحب ويرضى. يحفظ هذه البلاد وبلاد المسلمين أجمعين، ويألف القلوب ويجمع الكلمة ويبعد الشيطان، ويوفقنا لمكارم الأخلاق ويجنبنا مساوئها، ويصلح أحوال المسلمين في كل مكان. يفرج عن أهل غزة وفلسطين، وعن أهل الشام واليمن، وعن أهل الشرق والغرب، وعن أمة محمد أجمعين. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.